السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد والياسمين. قبل ما نبدأ الفيديو كده حابة افرجكم على الفطار بتاعنا، الفطار المصري المتين الاصيل دون. بتنجان اللي هو المتخلل وفول وطعمية وجبنة وخيار متقطع قطع، وكمان العيش بتاعنا الجميل. بعد كده بقى ندخل على الشغل بتاع البيت، ورانا كذا حاجة عايزين نعملها. ما علينا بقى من سود سفريته زين سفروت عمال عامل دوشة. المهم هنا اشترينا نص سمنة، النص ب40 جنيه، الكيلو ب80. دي سمنه كريستال بس سايبه. وجبت كيلو لبن وزبديه عشان انا عايزه اعمل زبادي في البيت، وكمان جبنه بيض وجبنه لانشون. وفرح طبعا ما فطرتش معانا، فقالت لي ما اعملي لي بيض باللانشون، قلت لها حاضر، فهعمل لها دلوقتي اللي هي عاوزاه. وهنا بقى جبنا برده موز فاكهه علشان خاطر لما نتغدى ناكل الفاكهه. بصوا انا فقشت البيض عادي، بس قطعت معاه شويه لانشون كده، قطع لانشون صغيره فيه زي البسطرمه بالبيض كده، هوديهولها بقى تاكل هي واخوها لانهم ما فطروش معانا. بعد كده بقى هعبي السمنه بتاعتي في العلبه بتاعتها، مسحتها حلو بالمنديل، عندي برطمان كده فاضي هحطها فيه. بصراحة يعني هي اوفر من السمنة التانية. السمنة التانية غليت جدا دلوقتي، اللي هي في العلب يعني غليت ده بقى سايب في اوفر، هتلاقيها 5 جنيه 2 جنيه. انا مش عارفة السعر كام دلوقتي، بس هي كل شوية بتغلى. المهم بقى هغلي اللبن علشان خاطر انا عاوزاه يبرد شوية معايا، يبقى زي دمعة العين كده، اعرف احط ايدي فيه علشان خاطر اعمل الزبادي. هعمل زبادي ليه يا ام سيف دلوقتي؟ لسه بدري على رمضان وكده. يعني انا وولادي بنحب الزبادي في البيت، وبصراحة لما جربت اجيب الزبادي من بره دفعت كتير. بعد كده بقى دخلت على الانتريه، عايزه اقول لكم متدمر ومتشفر ومتبهدل. هنضفه بقى معاكم، وهظبطه كده وهكنس بالمكنسه وهنضف الدنيا. وبعد كده هنشوف بقى ايه الزبادي هنعملها ازاي على ما اللبن بس يهدى معايا. شلت بقى كل الكراكيب والحاجات اللي ملهاش لازمه على الارض، وجبت المكنسه عشان انضف. طبعا انا بعمل بالمكنسه كل يوم عشان خاطر زين بصوا محرم عليا ان انا اقعد، لازم كل شويه اجري وراه كده، بيقعد يعمل حاجات غلط كتير وياخد بقى على بقه كده. هنا فرح كانت بتحاول تساعدني، وهي روحي مش عارفه تعمل الكفر بتاع الكيسه بتاعه الانتريه او كفر الانتريه، فانا بقى هعملها دلوقتي معاها هساعدها. هنا بقى فرح بصوا كل شويه ماما اعملها ازاي، فهي بتنزلها اكتر. اخواتي الغاليين، لو انتوا اول مره تشوفيني اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد بتاعنا بامر الله تعالى، وصلي على النبي كده في الكومنتات، واذكر الله في التعليقات. ويلا بينا بقى كده بقى نشوف هنعمل ايه. فعل الجرس، هتضغطي على الزرار اللي تحت الفيديو الاحمر، يبقى انت كده نورتيني واشتركتي في القناه، والجرس عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا ان شاء الله تعالى. بصوا هنا بقى بظبط الارض هي بالمكنسه. بصراحه المكنسه دي انا يعني عايزه اقول لكم والله هي روحي ايدي ورجلي وكل حاجه في البيت. وعايزه اقول لكم غليت جدا، انا كنت جايباها ب1000 وشويه، دلوقتي هي ب4 وشويه، يعني غليت. بصوا بقى فرح خفت توقع اخوها، قلت لها امسكيه بس بالراحه. زين بقى بيمشي خطوات قليله كده، بس مش متزن لسه، فبخاف عليه قوي. بصوا بقى لقيت الجو ساقع بصراحه، لبست الشال عشان السقعه وكده. بس يا زوزو ما تقطعش الحاجه بتاعت اخواتك. المهم زين طبعا عمال يعكسني وانا بسجل معاكم الفيديو. انتوا وحشتوني قوي والله يا اخواتي، ونفسي اشوفكم كلكم كده واسلم عليكم واحده واحده، والله كل اخواتي اللي بيعلقوا لي. هنا بقى كنت برضو بنضف الطرقه. انتوا عارفين انا كنت غاسله السجاده، ولكن يا ولاد بعد ما نشفت السجاده بقى التانية مش نضيفه، فهغسلها برضو. انا عندي سجادتين نفس الشكل ونفس اللون، لما انا كنت بجهز كنت جايباهم يعني. طبعا هو السجاد قدم وفي حاجات طالعه مودرن اكتر، بس هو الموجود عندي دلوقتي. عشان اجيب سجاد هدفع كتير يعني. المهم انا قعدت ازن على المشايه دي، وانا مش عارفه اولادي فاتحين الكشاف ورايا ليه، بس ما علينا. جيت بقى بعمل بالمكنسه. خدوا بالكم من الورق الصغير، الورق ممكن يدخل يسد المكنسه، فانت لازم تاخدي بالك ان المكنسه بتاعتك تكون مش مسدوده. بصوا ده البغبغان يا جماعه، ده صوت البغبغان اللي عندي مزعج قوي. بس يا ولا اول لما النور يطفى عنده يقعد يعمل صوت كده كانه بينده علينا. عايزه اقول لكم البغبغان ده كيوت، هبقى افرجكم عليه في فيديو. بيقعد كده بيقف على الدراع وطيب قوي. المهم هنا رشيت شويه كلور يا ولا، بس يا ولا هيبقى لاقيه منك ولا من زين يا ولا. بس يا زيزو كخ كده. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا مصوره الفيديو ده من كام يوم، بس زين اللي مانعني ان انا اسجله. زين يا جماعه بيعاكسني جدا، يعني طول الوقت كده عاوز يتشال، فانا عايزه الاقي وقت كده دقيقتين فاضيين كده منه اسجل الفيديو والله.
ادعوا لي ربنا يقويني ويعيني. سامعين صوته عامل ازاي؟ مش ساكت. المهم هنا حطيت شويه كلور وحطيت شويه من البرسيل جيل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض دون في البيت، وبدات ادعك كده الارض وادعك بقى ايه الحيطه، لان من تحت السفل بتاع السيراميك مش نظيف خالص. بعد كده بقى لميت الميه بالمساحه وكده. طبعا يا جماعه الكشاف انا مش عارفه هم فاتحينه ليه، بس ما علينا. المهم هنا نفرش بقى السجاده بسرعه اللي احنا غسلناها دي، علشان خاطر زين بقى بيزحلق من السيراميك بيوقعه. فالسيراميك بقى هنا لازم اغطيه دايما. السجاده التانية ان شاء الله هغسلها معاكم بكره. هنا لقيت الحيطه مش نظيفه. بصوا يا جماعه اللي على السبت ده هدوم كتير شويه، لانه انتوا عارفين ان انا غسالتي بايظه. الهدوم عندي بغسلها كل يوم كام قطعه كده على ايدي، ان شاء الله بقى اصلحها قريب، ربنا يسهل الاحوال يا رب. هنا بقى خليت فرح تغسل الحيطه، جبت لها شويه من الباور اللي بنرشه على الحيطه او سيترس، رشيت شويه على الحيطه وحطيت لها مسحوق، قلت لها ادعكي بقى الحيطه، عايزاها تبقى فل عم اخلص. تعالوا بقى نروح نعمل الزبادي في البيت. الزبادي يا حبايبي الغاليين، اول حاجه يعني هي سهله جدا. اللبن بتجيبيه وبتسيبيه بعد ما بيغلى بيهدى شويه، يعني ما يبقاش سخن ولا سخن قوي ولا بارد قوي. وبعد كده تحطي عليه علبه الزبادي اللي انت جبتيها دي، الخميره بتاعته تقلبيها فيه كويس او تضربيهم مع بعض في الخلاط. وبعد كده تجيبي صينيه او حله وتنزلي فيها الخليط اللي انت خلطتيه دون وتحطيه، وبعد كده تغطيه بفويل او بفوطه، وتكوني مسخنه الفرن قبلها بحوالي ربع ساعه. وبعد كده بقى بندخل الصينيه بتاعتنا في الفرن، وبنسيبها لتاني يوم. طبعا بعد ما بنطفيه بنسيبها بقى لتاني يوم الصبحيه، تشيليها تدخلي بقى الزبادي بتاعتك التلاجة حوالي 3-4 ساعات وطلعيها، هتلاقيها قمر ومتماسكه وزي الفل. عايزه اقول لكم احلى زبادي البيتي والله يا جماعه، جربوها جميله. من كيلو واحد عملنا اهو زي ما انتم شايفين 6 كوبايات ومليانين. عشان تجيبي كوبايه زي دي هتدفعي مبلغ، يعني عايزه اقول لكم كريمي وجميله جدا جدا. ادي وصفه رمضان اهي من بدري اهو، عشان ما حدش يقول ما بنعملش حاجات رمضان. وصفه من وصفات رمضان اهي عشان السحور، بدري خالص قبل رمضان. بجد يا جماعه رائعه الجمال، انا مش قادره اقول لكم من حلاوتها. عايزه اقول لكم يعني عيالي هياكلوها ما شاء الله اكل. بصوا بقى النهارده الغدا سريع كده وسهل وما تعبناش فيه. النهارده الغدا رنجة. عايزه اقول لكم انا بحب الرنجة قوي، بحبها بطريقه غير طبيعيه. هروح بقى كده اشوحها على النار، وعشان النار بتاعتي ما توسخش او العين بحطها في صينيه كده عندي، مش بستخدمها مثلا كتير، او المونيا، لان الالمونيا بعرف انضفه بسهوله عن الصواني التانية بصراحه. المهم هنا هقطع بقى معاها خيار وطماطم وهعمل معاها طحينه، وطبعا لو في بصل حطي، لو عندك بصل اخضر بقى يبقى جميل. الرنجه دي مبطرخه بطروخ ناعم، كان نفسي اجيب بطروخ خشن بس مش لاقيه. المهم هنا نحط معاها كابوتشي ومعاها ليمون بقى ونظبط الدنيا ونرش عليها بقى وناكل احلى رنجه. بجد الرنجه دي في القلب، تخش كده في القلب على طول مش في المعده. ومعانا الكابوتشيه الحلوه دي، لان لازم معاها كابوتشي او خس، لازم يكون معاها كده الياف عشان يعني تبلع كده الاكل. بعد كده بقى هنروح ناكل بالعيش بتاعنا البلدي. هروح بقى اخلص المعركه دي وارجع لكم تاني نشوف ورانا ايه تاني هنعمله. بعد ما خلصنا طلبوا بقى كوبايه شاي كده حلوه بالقرنفل، فعملت لهم كوبايتين من الشاي كده بالقرنفل، والولاد كمان طلبوا، عملت 4 كوبايات، كلنا شربنا شاي النهارده. عايزه اقول لكم تحفه الشاي بعد الرنجه، ده اساسي، ده احلى حاجه تحبس كده ونخمس فيها بعد بعد الرنجه. بجد يا جماعه كوبايه الشاي دي بتفرق وبتعدل الدماغ قوي. بعد كده بقى يا حبايبي كانوا قاعدين بالليل، طبعا انتوا عارفين ليالي الشتاء الدافئ بيحب الاكل كتير، فاحنا قاعدين كده قالوا لنا ايه بقى بالليل. بعد ما عشيتهم قالوا لي يا ماما اعمل لنا ام علي، فقلت لهم حاضر. طبعا الام علي دي يا جماعه العلبه دي مش موفره خالص، بس انا ما اعرفش هم كانوا جايبينها بقى الولاد وكده، فقلت خلاص هعملها لهم. دي ب25 جنيه، دي علبه تبع ماي واي، اسمها ماي شيفي او شيفي تقريبا. بصوا هو ام علي بتتعمل اصلا من عجينه الملفيه، فانت ممكن تجيبي الملفيه وتعمليها تبقى اوفر. المهم انا هعمل لهم دي. جايه بقى ببص على كيسه الكريم شانتيه فيها معلقتين من الكريم شانتيه فقط، فانا هحط عليهم شويه من اللبن كده صغيرين وهضربهم وهضيفها على الخليط ده اللي هو زي جلاش كده متكسر، وهقلبهم مع بعض وهضيف اللبن. هو المفروض تضيفي كيلو مكتوب كده على العلبه، بس انا هضيف نص الكيلو، عشان انا هسيب شويه هعمل بيها مهلبيه كده واحطها فوقيها، بحب احط معاها مهلبيه. تمام. قلبت بقى الكريم شانتيه مع اللبن، وممكن لو عندك قشطه تحطي بتبقى جميله قوي. لو عايزه تعملي اللي هي المهلبيه العاديه حطي، او لو عايزه تعمليها كاستر حطي برضو. انا هعملها كاستر. المهم اخواتي الغاليين، انا دلوقتي بقى بجيب القطع اللي هي بتاعه ام علي دي، او الملفيه المتقطع ده، او الجلاش المتكسر دون، وهحط عليه اللبن مباشره. بعد ما طبعا حطيت شويه سكر على اللبن، لازم تحطي شويه سكر محترمين كده عشان تطلع مسكره وحلو.
كفايه قوي نص الكيلو اللبن، حلو قوي على الكميه دي. لو عايزه بقى انت تكتري زي ما قلت لك، هتجيبي عجينه الملفيه بتتباع بره مش غاليه، ب 12 جنيه تقريبا، بتبقى حبه حلوين كده، وكتري على قد بقى عدد افراد اسرتك. بعد كده بقى ايه، هاخد كوبايه كده هشيلها، والكوبايه التانية هعملها كاستر، اللي هي مهلبيه الكاستر دي، عشان خاطر اضيفها عليها، وكمان عشان الولاد بيحبوا قوي المهلبيه دي، وزينه اديله شويه برده منها. اليوم النهارده كان جميل ما شاء الله، وعايزه اقول لكم النهارده اليوم بتاعنا وروتيننا كان حلو، عملنا فيه الزبادي وعملنا فيه يعني حاجات كويسه هي. والغدا رنجه، عايزه اقول لكم الرنجه دي تحفه. الرنجه الصبح، بالليل بقى ام علي عادي، عدى وقت خلاص، فناكل لبن براحتنا، او نشرب لبن براحتنا، او ناكل اي حاجه فيها لبن. هحط بقى الكاستر ده، مهلبيه الكاستر فوقيها كده، والباقي بقى هديه للولاد ياكلوه، وكده بقى زي الفل. عايزه اقول لكم انا مش حرماهم من حاجه اهو. حطوا لي بقى لايك حلو كده زيكم، ويعني عايزاكم كده تتابعوني على طول ان شاء الله اللي اول مره يشوفني. هنا بقى حطيت حتتين من السمنه كده على الوش، دخلتها الفرن خدت وش وطلعتها. عايزه اقول لكم قمره قمره، وريحتها تجنن بجد. وعملت شويه مهلبيه زي ما قلت لكم للولاد، وكده بقى حلوه قوي. نروح بقى نحلي بقنا وناكل احلى اكل. وعايزه اقول لكم ام علي دي جميله جدا، بس زي ما قلت لكم بلاش تجيبوا الاكياس دي بصراحه، لانها مش موفره خالص. الاحسن والافضل تجيبي عجينه الملفيه، او اللي هي الكيسه اللي فيها الملفيه دي، وتعمليها في البيت. او لو عندك فطير مثلا ناشف، قطعيه وكسريه واعمليه. طب لو ما عندكيش، يبقى شويه جلاش تشوحيهم كده في نقطه زيت، او تحطيهم في الفرن وتعمليها، هتبقى جميله قوي قوي يا جماعه والله، وهتبقى طعمه وزي الفل بصراحه. يعني ام علي دي من الحاجات الجميله. زي ما قلت لك، ممكن تحطي عليها المهلبيه دي او ما تحطيهاش براحتك خالص، ده اختياري. ده بقى تبعك انت. انا حطيتها بس زياده كده وبس كده خلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. محتاجه منكم دعوتين كده من القلب بجد، ان ربنا يقدرني ويعيني على تربيه اولادي، لان زين بجد مطلع روحي، وكمان مش بينيمني. المهم بقى ركزوا بقى من الجمال اللي قدامكم ده. عايزه اقول لكم ام علي كده سخنه وموحوحه، بتقول لكم يلا تعالوا كلوني، تعالوا اتفضلي بقى كلوا معايا. وما تنسونيش كده بقى في اللايكات، تمام؟ اللي هيعمل لايك هدعي له دعوه من القلب، هتخش كده ايه في القلب على طول. يا رب اللي يدوس لايك يخش الجنه ان شاء الله. بصوا هنا خلصنا خلاص. اشوفكم على خير حبايبي الغاليين في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني من النهارده لبكره ان شاء الله.